خطاط فنان التشكيلي محمد احمد ناصر، مركز الرحمانيه. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. كلمنا عن العمل اللي حضرتك مشارك بيه النهارده في والله العمل دوت من خلال ابتكاراتي للفن الخط العربي والفن التشكيلي. اللوحه ديت بتجمع ما بين الخط العربي والابتكارات الفنيه للفن التشكيلي. ده مضمونها الايه الكريمه اللي بتقول فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دي ايه قرانيه في نفس الوقت كتابه وفي نفس الوقت برضه ايه على شكل الحوت بتاعت سيدنا سليمان. يعني انت دخلت الايه على شكل حوت انت ميزت بقى بالظبط يعني. حضرتك ديت من ضمن مجال الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات يعني حاجه رائعه جدا. الله يخليك يا باشا. الالوان ايه بقى؟ الالوان اللي هي مع والله بالالوان اللي هي البلاستيك نصف لامع. ومزجت بقى حضرتك بين الميه والهواء والسماء والبحر. وحضرتك شوف الميه اللي جايه من بعيد ديت حضرتك ليك اعمال تانية بقى بخلاف العمل ده؟ لا انا ليه اعمال كتيره. المعرض اللي فات حضرتك شاركت في اعمال قبل كده؟ يعني شاركت في معارض قبل كده؟ شاركت في معرض في القاهره. كمان؟ في القاهره. مجلس العلميين الدوليين بفندق اراكان. شاركت كنت مشارك كضيف شرف. انت بدات الرسم من امتى او كتابه الخط العربي بقى من لا انا دارس خط عربي حضرتك. اصلا دراسه كمان؟ دراسه وطلع من العشر الاوائل. يعني متخصص في فن الخط العربي. الخط العربي. جميله والله ما شاء الله. الله يخليك يا فندم. حاجه رائعه جدا الصراحه. وبقى حضرتك بجمع بين الفن التشكيلي وبين الخط العربي. طب انت طموحاتك بقى؟ طموحاتي ليس لها اي حدود. ليس لها اي حدود. مجالات كتيره ومفتوحه بيبقى دايما متطلع اكيد ببقى متطلع للافضل والاحسن. اكيد طبعا. وطبعا اذا عرفت ان في اي معرض في القاهره في اسكندريه في اي مكان على طول ما فيش تردد. ده احنا الاثنين اتشرفنا في اسكندريه. ده انا ليا الشرف والله. ده انا ليا الشرف يا استاذ محمد والله. اكيد طبعا يشرفنا والله. انا ليا الشرف والله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. ولنا الشرف ان تعرفنا بحضرتك والله. نشكرك شكرا جزيلا على اللقاء الرائع. واتمنى ان شاء الله الله يخليك يا فندم. واتمنى اشوفك في لقاءات قادمه ان شاء الله يعني. اكيد يا استاذ محمد. شرفتنا ونورتنا يا استاذ محمد. الله يخليك. ابراهيم رياض، مهندس ابراهيم رياض. كلمنا عن عملك النهارده اللي مشارك بيه النهارده. هو انا في اللوحه ديت بشتغل فيها اللي هو الديتيلز الاسلامي او شغل الارابيسك الاسلامي مع وحده رمضان الاساسيه اللي هي الفانوس. جايب فيها كذا شكل للفانوس وعامل فيها تكوين زي المعلقات كده، زي الثريات اللي نازله من فوق كلها. شغل عالي الصراحه. ربنا يخليك. هنا في البسمله هي الوحيده اللي فيها الوان، لكن كله ابيض واسود زي حضرتك ما شايف. هنا مثلا واحده زخرفيه هنا زي هنا بس مع فروقات بسيطه. كاسر هنا بالديتيلز اللي هو زي حضرتك ما انت شايف، لو قربت كده هتلاقي فيه نوع من الزخارف الدقيقه جدا. كاسر هنا برضو في المنطقه ديت. هنا في كسر ثالث بحيث ان انا اكسر السيمتريه، وفي نفس الوقت عامل هارموني ما بين الفوانيس كلها بعضها والسلاسل اللي نازله من فوق. فمع وحده الهلال المتكرره مع كلمه رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم، بس كل واحده باسلوب مع تكشرز الاحساس ابيض واسود. حاجه يعني رائعه جدا. انا خريج اصلا اكاديميه الفنون القاهره، فهي الحاجه دي فيها دراسه اصلا وفيها نوع من التفاصيل الدقيقه. هنا انا عامل بقى حاجتين تانيين. هنا المنظور، هنا بحدد فيها المنظور. هنا مسجد السلطان حسين، وانا راسم ده وانا قاعد في الميدان، في ميدان القلعه. عامل ده ايدي ده الصوره ديت هي شغلي، يعني ما تلاقيهاش لازم في بوستر ولا في صوره فوتوغرافيه ولا حاجه. دي انتاج انا الشخص سبيشال، يعني انا اللي راسمها بالاحساس برضو بالظل والضوء بالقلم الجاف الاسود. بتلاقي فيها وحده المنظور مع بقى المشربيات والمقرنصات. شايف المقرنصات الطراز المعماري المملوكي متجليه، اي المملوكي بالذات، واخد بال حضرتك. المشربيات الشخشيخه الخشبيه، يعني التفاصيل النوافذ الدقيقه، النوافذ الواسعه اللي فيها شغل الارابيسك، شغل العمدان، شغل ديت. هنا برضو جزء من الحي الجماليه، بوابه من عندي سيدنا الحسين، قعدت ورسمت ده. ايوه
البيوت هناك كانت جوه حواري، الحاره لها باب خشب ليه مزلاج زي ما موجود كده، وبرضه نفس الاحساس الاسلامي. تلاقي هنا في تجليات اسلاميه وهناك تجليات اسلاميه، بس هناك احساس زخرفي باحساس الزخرفه الاسلاميه، وهنا الاحساس الاسلامي، العماره الاسلاميه المتجسده في القاهره اللي هي تعتبر عاصمه العالم الاسلامي وعاصمه العماره الاسلاميه كلها. حضرتك شاركت في معارض قبل كده بقى ولا؟ كتير. عشرات المرات، وانا اصلا مهندس ديكور، عامل ازيد من 40 عمل مسرحي، واخد جائزه احسن مهندس ديكور على مستوى مصر، وسافرت بره وكنت محاضر اكاديمي. انا محاضر اكاديمي اصلا في وزاره الثقافه، وفي بره كنت نفس الشيء في مراكز تطوير تربوي. فالحمد لله احنا في المجال الفني، وكنت انا مدير عام الثقافه هنا، بس طلعت معاش بقالي فتره، لكن حريص ان انا اشارك مع الشباب والشابات نوع من الدعم ليهم. مشاركتك مشاركه رائعه الصراحه، شكرا. يعني نشوفك في معارض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كل سنه حضرتك طيب، كل سنه حضرتك طيب، ونورت، والقناه بتاعتكم منوره دايما عندنا هنا. شكرا حبيب قلبي، مع السلامه مع السلامه. محمد الشهدي خطاط وفنان تشكيلي. كلمنا عن الاعمال اللي مشارك بيها كده النهارده. ان شاء الله مشارك باعمال الخط الثلث، معايا اعتصموا بحبل الله جميعا، تركيب ماشي، وان فتحنا لك فتحا مبينا، خط التركيب برضه، وكل اعوذ برب الفلق خط التركيب مركبه تمام. بدات خط من امتى؟ بدات الخط من سنه 2004. اي اول معرض ليك ده النهارده ولا؟ لا ده ثالث معرض ان شاء الله. ثالث معرض. ثالث معرض ان شاء الله. من 2004 لغايه دلوقتي 3 معارض، ما كنتش حابب تشارك او لا ما كانش لسه عندي خلفيه عن المعارض. في فرصه في المعرض؟ ما كانش خلفيه عن المعرض. رايك عن المعرض النهارده ان شاء الله حاجه جميله والله، ان شاء الله حتشرف ان شاء الله. ناوي تشارك في المعارض اي ان شاء الله؟ ان شاء الله ايوه. باذن الله. طموحاتك ايه بقى؟ زياده اكثر وتعليم طلبه طبعا، وتثقيف الخط العربي للطلاب الصغيرين الابتدائي والاعدادي، وتعليمهم وتنميه المهارات بتاعتهم في الخط العربي. يعني حاجه مشرفه جدا والله. ان شاء الله. احنا ان شاء الله نشوفك في معارض باذن الله قادمه، وننور دايما الدنيا يا رب. ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. ماشي ماشي يا باشا. الله يخليك. اشكرك. ماشي يا باشا، السلام.